بصي بقى يا حاجة، هلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه. ادخل يا حاج في الموضوع على طول. ما هو انا جايلك في الكلام اهو يا حاجة. بصراحة كده انا زهقت من القعدة وعايز انزل اشتغل. نعم، تنزل تشتغل؟ ده انت راجل مبصبصاتي وعينك زايغة. أولية حرام عليكي، طول عمرك ظلماني وبتظني فيا ظن السوء. انا برضو عيني زايغة عن الستات. ده انا مش شايف حد حلو في الدنيا دي غيرك. ده انا عيني ما بتشوفش اصلا ستات غيرك انتي. خش في قلبي خش يا اخويا، ولا اقول لك خش في قلبي خش. ما عرفتكش انا كده بقى. طب جربيني يا حاجة، جربيني، ولو عيني زاغت على الستات مش هنزل الشغل تاني. انا زهقت يا عالم، طهقت، قرفت من القعدة. بص بقول لك ايه يا راجل انت، الكلام في الموضوع ده منهي وخلصان. عايز تشتغل يا حبيبي تشتغل وانت قاعد في البيت هنا، ده اخرك معاي. وهو على الاقل تبقى قدام عيني. اشتغل من هنا في البيت؟ طب اشتغل ايه طيب وانا هنا في البيت؟ سيبني انا افكر لك وادبر لك وبعدين اقول لك. خلاص خلاص يا حاجه، الواد جه. عاوز ايه اه؟ مش كنت بتلعب بره؟ ايه اللي جابك؟ جاي اقول لك يا ماما ان طنط جيجي واقفه بره وعايزاكي. طنط جيجي؟ ايوه يا ماما، الست اللي جنبنا جارتنا الحلوه البيضه دي ام عيون خضرا. ايوه ايوه عارفها انا دي. وعايزني اسيبك تروح تشتغل بره؟ انا عارفها. وانت كمان يا زفت، ما انت هتطلع لمين يعني؟ ما هو ابن الوز عوام. اجري اندهلها وقول لها تعالي ماما مستنياكي. حاضر يا ماما. وانت يا اخويا يعني مبسوط قوي لما سمعت طنط جيجي؟ قوم يلا خش جوه واشوفك على الله في الصاله، ولا المحك معدي يمين ولا شمال. يلا في الزقوم الوليه جايه. حاضر اديني ماشي. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الله يسلمك يا حبيبتي. وحشاني والله وحشاني، تعالي اقعدي. وادي قاعده. وحشاني، قلت اما اروح اقعد معاكي شويه لحسن انا زهقانه ومحتاجه حد اتكلم معاه. نورتني يا حبيبتي، والله نورتني والبيت نور. والله لو جيتي للحق انا كمان زهقانه ومحتاجه حد اتكلم معاه وفضفض، ومخنوقه وزهقانه. ها؟ مخنوقه وزهقانه؟ احكي لي يا اختي وفضفضي لي. جوزي يا اختي، جوزي مبصبصاتي وبتاع نسوان، وعينيه زايغه مش بيبطل بص على النسوان طول ما هو ماشي في الشارع ولا في الشغل. أب الولية فضحتنا، الله يخرب بيتك، والناس كلها تعرف عني في البلد ان انا راجل محترم. ما هو الرجالة كلهم كده يا حبيبتي، ايه الجديد يعني؟ طول عمرهم بصبصين وعينهم فارغة. لا يا حبيبتي، جوز انا مختلف، ده بزيادة شوية وشويتين كمان عن الرجالة. طيب خلاص احبسيه في البيت وما تطلعهوش بره ابدا. ما انا عملت كده والله يا حبيبتي، بس هو بيقول انه زهقان ومل من قعدة البيت وعايز ينزل يشتغل. عايز ينزل يشتغل؟ خلاص لقيتها لك، يشتغل يا حبيبتي، هو قاعد هنا في البيت. حتى انت كمان يا جيجي بتقول انا اشتغل وانا في البيت؟ طب اشتغل ايه يا رب وانا قاعد في البيت؟ ما انا محتاره والله يا حبيبتي، مش عارفه هو هيشتغل ليه من البيت، وانا قلت له الفكره دي من شويه. طب عايزاكي تقولي لي واحده واحده كده وبالراحه، هو بيفهم في ايه جوزك؟ ما بيفهمش في حاجة يا أختي، غير طول النهار قاعد لنا يقولك ده عنده انفصام في الشخصية، وده عنده مش عارف ايه نفسية، وفلان بيمشي وهو نايم، وعرفنا طول النهار يا أختي بكلام كده أنا مش فاهماه. طب ما هو سهلة وبسيطة يا حبيبتي أهو، ده ينفع يشتغل دكتور. دكتور؟ حلوة أوي فكرة الدكتور دي، ويا سلام بقى لو بقيت دكتور أمراض نساء تبقى فل الفل. دكتور ازاي يعني يا حبيبتي؟ ما تفهميني. يعني يا حبيبتي بقى دكتور نفساني من اللي بيحللوا الشخصية دي، احنا نجيب له المريض وهو يحلل نفسيته ويعرف عنده ايه. طب وبعد ما يحلل شخصيته؟ بعد ما يحلل شخصيته يعالجه يا حبيبتي وياخد فلوس وشغلانة من قلب البيت. طب وده يا اختي مش غلط؟ اصلا ده معاه دبلوم صنايع قسم تبريد وتكييف. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، طب ما المزين زمان كان بيعالج كل الناس، هل معنى كده كان معاه شهادة من الدكتوراه؟ لا خالص. اهو جوزك هيبقى زي المزين كده، ولكم يا ستي اول مريض هدية مني ليكم.
خلاص تمام اتفقنا، وانا هعرض عليه الفكرة، واول ما يوافق هتصل بيكي تجيبي لنا اول مريض. وبكده يا حبيبتي تبقى حلتي مشكلتك، يشتغلوا من قلب البيت ويبقى قدام عينيكي. هستأذنك انا بقى، وهستنى منك تليفون تقولي لي هات المريض وتعالي. وانا مش هتأخر عليكي يا حبيبتي نصايه، وهرن عليكي واقول لك هاتي المريض وتعالي. يلا سلام. حلوة فكرة الدكتور دي، وهو يشتغل وهو في قلب البيت ويبقى قدام عيني، اما اخش بقى اقنعه بيها. بص بقى يا اخويا، قصر الكلام احسن من طوله، وكلمتين ابرك من جورنال. انا يا حاجه هأثر عليك الكلام، انت دلوقتي جايه تكلميني بقى في حوار الدكتور. قولي كده، اتاريك رمي ودانك معانا بره. ويا ترى يا اخويا، رمي ودانك في حجر مين فينا؟ في حجري انا ولا في حجري جيجي؟ ايه بس اللي انت بتقوليه ده يا حاجه؟ هي دي محتاجه كلام؟ اكيد في حجر جيجي. اقصد في حجرك انت يا حاجه، اتلخبطت. بقول لك ايه، اظبط الكلام. حاضر، بس انا عايزه اقول حاجه دلوقتي. انا دلوقتي لو هشتغل دكتور يبقى محتاج لي مكتب. ما تشغلش بالك انت بالموضوع ده، انا عامله حسابي. تعالى معايا وانت هتشوف بعينيك. ماشي، لما نشوف. بص بقى يا اخويا، ادي الصالة واسعة، وقدامك المكتب بتاعك، وادي الانتريه اللي هيقعد عليه العيانين. بس المكتب لازم يبقى خصوصي، دي اسرار عيانين وخصوصيات، ما ينفعش تتكشف على حد. لا ما تقلقش، محدش هيدخل عليكم. بس عارف لو لعبت بديلك كده ولا كده، انت عارف اللي هيجرالك. لا يا حاجه ما تقلقيش، بس قولي لي يا حاجه، هو فين المكتب بتاعي؟ المكتب الصغير ده بتاع الانتريه يا حاج، انت كده كده فاتح عياده صغيره كده على الضيق يعني. وبعدين يا حاج، اهم حاجه العلاج بتاع المرضى، مش المكاتب والفشخره الكدابه. وانا موافق يا حاجه، وعجبتني الفكره يا حاجه، واشتريت الكلام. كلام جميل وزي الفل يا حاج. اديني بس انت نصايه وانا هجيب لك اول مريض. يا مسهل الحال يا رب. شفتي يا حبيبتي انا عندي كلمتي ازاي؟ اول ما اتصلت عليا انا جيت لك على طول، جبت لك اول زبون. لا بجد الله ينور عليكي، بس قولي لي مين اللي معاكي دي؟ قريبتك؟ لا قريبتي ايه، ده المريضه اللي انا اتفقت اجيبها لكم. يا حست السودا يا يما، اول مريضه بنت. ما هي البنات يا حبيبتي اللي نفسيتها بتكون تعبانه. طب انت عمرك سمعت عن راجل ولا شاب نفسيتهم تعبانه؟ عندك حق يا حبيبتي، اهو مرمي عندي جوه اهو، ما بيحسش حتى بربع جنيه. المهم دلوقتي جهزت المكان وجهزت كل حاجه. يا حبيبتي كل حاجه جاهزه يا اختي، بس انا قلقانه، ده انا منعاه ينزل الشغل علشان خاطر ان هو بصبص وبتاع نسوان، اقوم انا اجيبهم له لحد هنا؟ يا بنتي يا خايبه، خليكي واقفه له جوه، اقفي له زي عسكري الدوريه كده، خليكي فوق راسه. ايوه طبعا، هو انا هحله. يلا بينا طيب، بدل ما الزبونه تزهق. تعالي ورايا يا حبيبتي. يلا ادخلي جوه ورا طنط كده علشان الدكتور مستنيكي جوه. حاضر يا طنط. يا رب يعرف يعالجها ما يكسفناش. يلا يا حاجه اطلعي انت بره وسيبيني انا والمريضه لوحدنا، واقفلي الباب وانت طالعه. هو انت هتفضلي واقفه كده كتير؟ اطلع لبره واسيبكم لوحدكم؟ انت عايز تشوف الوش التاني ولا ايه؟ لا 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 خلاص. يلا يا اخويا اكشف وورينا شطارتك. اتفضلي قولي لي بتشتكي من ايه وايه اللي تعبك؟ انا حالتي صعبه قوي يا دكتور. خير احكي لي. انا كل ما اجي اشرب سيجاره يا دكتور. ايه ده انت بتشربي سجاير؟ ايوه يا دكتور. ها كملي. انا كل ما اجي اشرب سيجاره يا دكتور، بعد اول نفس بقلع الجزمه، تاني نفس بقلع الجاكيت، تالت نفس بقلع البنطلون، رابع نفس بقلع البلوزه. لا لا لا، انا عايزك تروقي وامسكي السيجاره دي واشربيها واحكي لي بالتفصيل. بتديها سجاير؟ بقول لك ايه، بلاش تعرضها لحسن الفار يقرقضها. لحسن ايه؟ الفار يقرقضها. ايوه كده، رجاله هم.